سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى اموركم كلها تكون بخير، نتوما تكونوا بخير نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم تحضروا معايا بسطيله ديال الدجاج واللوز. طريقتي كتجي سهله بزاف وما فيهاش مقادير كثيره. اول حاجه كنحتاجوا الزعفران اللي كنكونوا مرقدينه في الماء طايب، وشويه ديال الابزار معلقه صغيره، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، والملحه حسب الذوق. وهنا عندي عود ديال القرفه، وعندي المروزيه ديال الدجاج. راه كتباع عند العطار. غنحتاجو الثومه بطبيعه الحال والسمن. الدجاج بطبيعه الحال كنكونوا مرقدينو في الملحه وسكينجبير والحامض، كنغسلوه مزيان وكنخليوه يستقطر ليله قبل ويكون احسن، باش هكذا ما تجيش ريحه الصفر في الدجاج. صافي كيف كتشوفوا غادي نبدا ندير العطريه هنايا باش غادي نشرملو الدجاج. المهم انايا الدجاج راه كنت خديته الصباح وغسلته مزيان وخليته يستقطر، وحتى الليل عاد شرملته باش الغد ليا الصباح غادي نطيبو هكذا يكون شارب العطريه وكيجي بنين. هنايا بالنسبه للعطريه ديال المروزيه ديال الدجاج راه كتكون انواع. غتقول لي عطيني ديال البسطيله يعطيها لك. كاينه ديال البسطيله ديال الحوت وبسطيله ديال الدجاج. ما عرفاش شنو فيها بالضبط، ولكن كتعطي واحد البنه غزاله للبسطيله ديالنا. وهنايا واحد الضمه ديال الزعفران حتى هي كنت زدتها، ودرت معلقه صغيره عامره ديال السمن، وغادي نخلط هاد العطريه كامله بداك الكاس اللي فيه اللي رقدت فيه الزعفران الحر. كيف لاحظتوا بطبيعه الحال الزيت ما كيدارش نهائيا في الشرموله اللي كانت ما كيدارش فيها الزيت، باش هكذا كيتشرب لينا اما الدجاج اما اللحم اما الحوت. ما ضروري كنخلطوا شرموله غير بالماء، ومن بعد حتى يتقلى داكشي عاد كنضيفوا الزيت. هنايا الدجاج غادي نفلحو بحال هكا حتى باش ملي يطيب يجيني ساهل في التقطيع وما كياخذش وقت كتير. المهم غادي نفلحو كامل، نفلح الصدوره و والفخاد. بالنسبه لهنا عندي جوج دجاجات هما اللي غادي ندير. غادي نقص في الاخر واحد الفخذ حيت صراحه جاتني كثيره، حيت ما عنديش مناسبه كبيره. هي مناسبه كبيره حيت ماما جايه عندي، ولكن يعني غير حنايا ما بيناش، ما كاينينش زعما الناس كثار، فما غاديش نديرها كبيره بزاف. المهم هنايا كندخل داك الشرموله مزيان في الدجاج. كنلبسو كامل داك الشرموله باش كتجي البنه لا حتى العظم كتجي زوينه صراحه بزاف. صافي هنا من بعد ما شرملته غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه في الثلاجه حتى الغد ليه في الصباح. الغد ليه ولا غد ليه في الصباح كناخذ الكوكوط ديالنا. المهم انا ما عنديش كوكوط كبيره، فاضطريت ندير البصله بوحدها والدجاج بوحدو. المهم انا كندير حتى الجوانح وهذا حيت صراحه كيجيو بنانين، وسناكلهم انا بوحدهم ما كنديرش في البسطيله. صافي من بعد غادي ندير هادشي يتقلى. باقي لحد الان ما ضفتش الزيت. وبالنسبه هنايا البصيله غادي ناخذ واحد شويه تقريبا واحد جوج بصيلات صغارين ولا وحده كبيره هي اللي غادي نضيف على الدجاج باش كيطلق لينا ديك الدغميره.
وكيعطينا داك النكهه ديالها. وهنا في كوكوط اخرى غادي ندير البصله، تقريبا هنايا درت 6 ديال البصلات صراحه كبارين. غادي ندير نفس العطريه اللي درت في الدجاج غادي نديرها في البصله. غير هنا البصله غادي نضيف ليها الزيت، زيت الزيتون و زيت العاديه، زيت المائده. غادي نديرها فوق البوطه ونخليها على عافيه مهيله حتى تدبل لينا كامله و تهبط. ملي نحسو بها هبطات عاد نبداو نحركو مزيان حتى تقلى لينا. هنايا الدجاج ما كنزدش عليه الكوكوط بطبيعه الحال، كنخليه منفس. والبصله ها هي بدات كدبل لينا كيف شفتوا. وهنا اللوز بطبيعه الحال تنديرو يتقلى، غادي نديرو في زيت بارده وغادي نخليه حتى يتقلى وياخد لوين زوين عاد نحيدو. وهنايا عاوتاني الدجاج كيف شفتوا طاب وطاب مزيان، يعني راه حتى بدا يتفرتت ولكن ماشي مشكل حيت دايره بوحدو كيطيب فماشي مشكل. ولكن الا كان غادي يطيب مع البصيله خاصنا غير يطيب نحيدوه. وهنا ديك البصله اللي بقات لينا على الدجاج زدت على على البصله ديال الكوكوط اللي فيها البصله، وزدت شويه ديال المعدنوس بوحدو بلا قزبور. ما كنكثروش بزاف باش ما كتجيش الدغميره خضره. صافي كندير معلقه كبيره ديال القرفه. وهنا السكر كيبقى على حسب الذوق. المهم انا درت بقيله 4 ولا 5 ديال المعالق. ما كنبغيهاش حلوه بزاف، يعني فيها الحلاوه ولكن ماشي ديك الحلاوه طاغيه. صافي نخلط هادشي مزيان وكنخليها حتى كتفصل الزيت على البصله وعاد كنطفي عليها. كيف كتشوفوا ها هي بدات كتعلك لينا. وبدلت الكوكوط حيت الكوكوط كيف شفتوا صغيره وطالعه، فبدلتها في الكوكوط الاخرى باش هكذا يعني يكون عندي مساحه في التحراك. وما نحيدوش من التحراك نهائيا البنات باش هكذا ما تلصقش لينا في القاع ديال الكوكوط. وعندي هنايا خديت واحد شويه تقريبا واحد 3 المعالق ديال ديك الدغميره، خليتها ابار باش غادي نلبس بها الدجاج باش ما يجيش ناشف. هنايا الدجاج راني فرتته كيف كتشوفوا كيجي ميدم، ما كيجيش ناشف نهائيا فاش كتبيتوه في الدغميره، عفوا كتبيتوه في العطريه. صافي هنايا من بعد ما البصله ديالنا يعني تعلكات ودبلات كيف كتشوفوا الزيت تفصل على البصله، كنضيفوا البيض. هنايا ضفت 8 ديال البيضات مع التحراك. كنضيفوا شويه نحركوا، نضيفوا شويه نحركوا وكنخليو داك البصله والبيض حتى كينشفوا نهائيا، ما كتبقاش فيهم نقطه ديال الماء ولا الزيت ولا اي ماده سائله وهنايا اللوز غادي نطحنو مع شويه ديال القرفه وسنيده وشاسي ديال زهرة البرتقال. تقدروا تضيفوا الماء زهر الا بغيتو. ودرت واحد المعلقه ديال العسل الحر. المهم انا كان عندي في الثلاجه كيعطي واحد لوغو غزال للبسطيله. بالنسبه للقرفه درت واحد تقريبا راس المعلقه ديال معلقه صغيره. والسكر حتى هو كيبقى على حسب الذوق. انا درت 3 ديال المعالق كبارين. ودرت واحد المسكه حره. المهم خلطته مزيان حتى ولا على هذا الشكل هذا. ما طحنتوش حتى تعلك، لا غير شويه. وهنا داك البصيله اللي قلت لكم خليت ابار غادي نلبس بها داك الدجاج باش ما يجيش ناشف. الحمد لله.
وهنا البنات غادي نجيو المونتاج. غادي ندير الزبده وشويه ديال الزيت باش غادي نبدا ندهن الورقه، وغادا نبدا ندير العماره. كنصبغوا الدجاج وعاد كنديروا ديك البصله مع البيض، وفوق منها عاد كنديروا اللوز. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم. غادي نخليكم مع الكماله ديال الفيديو بلا صوت وما تنسوش البنات ديروا لايك وتشجعوني بالكومنتات باش مره نلوح شي فيديو ان شاء الله. خليكم في امان الله، الى اللقاء. العقل ترحامي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال. ارحمي يا راحت العقل ترحامي